يا صباح الفل عليكم يا اجمل ويا احسن ناس في حياتي كلها. النهارده بقى طبعا فيديو مختلف. نزلت، ما كنتش بصراحه مخططه لاي حاجه، وما كنتش عارفه اعمل اي حاجه في دماغي خالص. وكان معايا 80 جنيه بالظبط. بجد ما كنتش مش عارفه بقى هعمل بيهم ايه. نزلت كده لقيت نفسي واقفه عند بتاع الفراخ، وبقول له اوزن لي وركين. الوركين دول بعد ما وزنهم عملوا كام؟ 47 جنيه. المهم انا قلت له يقطعهم لي شيش طاووق. قطعهم لي، وبعد ما قطعهم لي اداني كده في الشنطه. لقيته حاطط لي الحاجات بتاعتهم، اللي هو بعد ما نضفها يعني وقطعها، اللي هو العظم بتاعها. قلت والله ما رمياه، قلت هغسله واحطه ونمصمصه، ايه يعني ما فيهاش اي حاجه، بدل في لحمه فحرام. هنا بقى كان معايا علبة زبادي، وجبت كيسين كاتشب، واحدة مايونيز. ورحت جبت بقى ايه؟ توابل من عند العطار ب3 جنيه، اللي هي توابل شاورما شيش طاووق. خلاص هتحطي كل ده على بعضه. ونزلت بقى بليمونتين عشان انا عايزه اكل، احس كده ان هي باكل حاجه فيها ليمون. فاهمني؟ وشويه الملح وخلاص. هنا بقى رحت جبت ب3 جنيه طحينه، وعليهم فصين توم، وحطيت شويه ملح. وبعد كده بقى هعمل ايه؟ شويه كمون، وخلاص على كده، وشويه بابريكا. مش هعمل حاجه تاني. هجيب بقى شويه ميه واحطها، وصح قطعت ليمونه عليها كده. ماشي. عايزه اقول لكم والله اكل بسيطه وحلوه، وتتغدي بيها غدوه حلوه كده يعني. تغيير من باب التغيير بس. عايزه تعملي جنبها بقى بطاطس محمره، تعملي جنبها مكرونه، شويه رز. انا بصراحه بقى زهقت من المكرونه معلش. فرحت قلت لا والله ابدا ما عاملاها، انا هعمل شويه رز كده حلوين. اكننا جبنا اكل جاهز. فاهميني؟ يعني كاني جبت وجبه. ساعات بتروح عند الراجل كده، بيبقى في وجبات اللي هي بتبقى شوية رز مع صباعين كده شيش، او كفتة، او كده. انا قلت يعني اكنها كده. خلاص احط بقى شوية المية، وهاجي اقلبهم. انا بجيب الطحينة سايبة من عندي استرجة، فبتبقى تقيلة. فما يعني المية دي مش كتير عليها ولا حاجة. هي بعد كده بعد ما بتقعد بتتقل جامد. فعايزه اقول لكم لما سبتها وقعدت كانت مظبوطه جدا. ان هي ممكن هتبان معاكم دلوقتي ان هي خفيفه، بس بعد ما قعدت شويه ريحت كده. آه، كله بقى اتمسك مع بعضه كده، بقت لا سمكها بقى حلو. ما بقتش خفيفه خالص. لكن لو انت جايباها اكياس او جايباها كده، لا ما تحطيش ميه كتير، يعني هي يا دوبك. حط بقين بق، يعني بق كده، وتقلبي عشان خاطر ساعات بتخفي معاكي جامد ومش هتتقل. لكن بتاعه السرجة طبعا اللي مجربها اكيد عارف. بس بصراحة بقى انا قلت بقى ايه؟ مش هعمل حاجات كتير. هو بس الحاجات ديت، وكنت جايبة بقى ب5 جنيه كده طبق سلطة. يعني بص تدبري الدنيا كده، واكلة حلوة، وفي نفس الوقت تبقى حاجة مختلفة، حاجة جديدة. بس هقطع بقى السلطة. وكنت طبعا بعد ما تبلت بقى التتبيلة ديت حطيتها بقى في التلاجة. عايزة اقولكم والله كانت طعمها حلو قوي، جدا 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 جدا. ما تخليش حاجه تقف في دماغك وتقولي بقى ايه، طب ما هي كده حاطط حاجات كتير، حطت زبادي وحطت مش عارف ايه. انا ولا كان عندي اي حاجه. علبه الزبادي والمايونيز والكاتشب. الكاتشب كان ب0.5 جنيه، جبت كيسين، ومايونيز بجنيه. يعني الزبادي والمايونيز كانوا عاملين 5.5. ماشي. وب5 جنيه سلطه. وبصي هتدبري الدنيا، يعني ما تقفيش. انا كنت ممكن اجيب الكيس اللي هو بتاع التتبيله بتاعت الشاورما، اللي هو الكبير ده ب7 جنيه، وانا مش عارفه ب6 جنيه. بس قلت لا. انا هجيب عادي مسايا من عند العطار. وسالت العطار قلت له بامانه هي ولا في فرق؟ قال لي والله هي. وعايزه اقول لكم فعلا انا كنت والله اول مره اجيبها سايبه. حلوه جدا. وممكن تجيبي ب2 جنيه، ب3 جنيه، زي ما انتوا عايزين. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا جبت شويه حلوين وما حطيتهمش كلهم، انا حطيت نصهم. في يعني ممكن ال3 جنيه دول تعملهم على مرتين، عادي جدا. وكان بقى عندي بقى ايه، كان عندي شوية رز. فده اللي شجعني بصراحة ان انا ما اجيبش مكرونة، وان انا اعمل رز. طبعا الرز زي ما انتوا عارفين انا برضو بقى قطعت عليه بصلة، يعني قطعت له بصلة، وحطيت الماء تغلي. وبعد كده رحت صبيت الماء بعد البصلة ما اتحمرت. ونزلت بقى بالرز، عليه شوية الملح، شوية القرفة،
حبة ورق لورا كده اللي هو بسيطة يعني، وكركم، وبس ما حطيتش حاجة تاني. وقلبتهم، وعايزه اقولك كان طعمه زي بتاع المطاعم بالظبط والله. الوجبات اللي انت بتجيبيها مفيهاش اي حاجه. هنا كان معايا الخيار والقوطه والفلفل اللي كان عندي في التلاجة. اي حاجه هتتقضى، اهم حاجه ما تتضايقيش وتقولي الفلوس مش مكفيه مش عارفه ايه، طب هعمل ايه. فكري 1000 مره، ما تستعجليش انك تطلعي في الاخر نتيجه حلوه بأقل التكليف على قد ما نقدر. اشتري اي حاجة سايبة. لو انت حتى بتجيبي الحاجات مثلا متعودة ان انت بتجيبي من السوبر ماركت او كده، مش لازم دلوقتي. الحياة ما بقتش مساعدة ان انت تنزلي تروحي متوفرة بقى تجيبي ازازة الزيت وتجيبي مش عارفة ايه. ساعات بصراحة بجد الدنيا بتتأزم قوي، ويدوبك تقولي ان انت ايه، لا طب ما انا محتاجة طب اجيب طحينة وعايزة طبق حلو. طب هتجيبيها منين؟ ما انت عشان تجيبي مثلا طحينة هتجيبي تلات اكياس او كيسين، ان هما اكياس مبيبقاش فيها اصلا طحينة كتير. فاهميني؟ فبصراحة السرجة اللي عندي تحفة تحفة تحفة. بجيب منها الزيت، السمنة، بص كل حاجة، الخل، اي حاجة سايبة بتتباع هناك انا بجيبها. والله والله مش عشان خاطر ان هي رخيصة، على فكرة هي مش رخيصة. يعني هي بتبيع الزيت دلوقتي مش عارفة وصل حاجة و50 ولا كام. يعني هو الربع عامل 16 جنيه دلوقتي. يبقى الكيلو بكام؟ الكيلو يبقى بكام؟ والله ما عارف. ايه ده؟ الكيلو عدى كده 60 جنيه ولا ايه؟ مش عارف، ما علينا. مش قادرة، مش عارفة اجمع معاكم، مش عارفة احسبها. ما علينا. قصدي يعني اقول لكم ان الحاجة هناك مش رخيصة. بصوا، قعدت شوية الطحينة بدأت تتقل، دي لسه يعني كل ما هتقعد هتتقل، كل ما هتقعد هتتقل. فبتبقى حلوة قوي. ولو حطيتيها كمان بقى في التلاجة تلاقيها تقلت اكتر. انا بقى افضيها في طبق الصغير ده، هتتقل بقى تبقى جميلة قوي. عايزه اقول لكم كانت طعمها حلو قوي. الفصين التوم والليمون مغيرين طعم الطحينة خالص. بصوا بقى هنا، بعد ما خرجتها بقى من التلاجة كانت زي العسل. هنا بقى جوزي كنت قايل له هو يجيب العصيان بتاع شيش تابوك. طبعا هو نسي، قال لي انزلي انت هاتي. قلت له والله ما نازله، زي ما هتيجي تيجي. هو انا بعد ما احط الشيش تابوك في الخله بتاعته في الاخر هتعمل ايه؟ مش هنفكها وهناكلها برضو كده؟ خلاص اعتبر ان هي اتفكت يا عم وكانها كده مفيهاش اي حاجه. رحت حطيت شويه زيت في صينيه وقلت احط عليهم الخلطه بالشيش تابوك، وكله بقى يتقلب في بعضه. والله 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 ما كان فيها اي فرق. وبعد ما خلصت خالص، عارفين بقى عملت ايه؟ ولعت فحميتين كده وحطيتهم في قلب الصينية وفي الفرن. منها تاخد وش، ومنها الفحم يبقى يعني ايه، ياخد ويدي كده في الفراخ. فاهميني؟ عايزه اقولك والله العظيم كانت حلوه قوي. قلت بقى انا كنت هوقف في الدنيا ولسه هلبس واروح واجيب ومش عارفه ايه واطلع تاني. وانا بصراحه كنتش قادره، انا بنزل واطلع كتير قوي بسبب الحضانه والدروس ومش عارفه ايه، وانا لا، خلاص تعبت. بس النهارده بقى جوزي فرحني بجد، فرحني قوي 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 قوي. عمل لي مفاجاه، ورحت جبت بقى ايه، عبايتين بجد. هوريهولكوا وقولوا له ايه رايكم. بص بقى هنا بعد ما الاكل خلص، بص بقى شكله، بص، ولا الطعم بقى. بجد الطعم كان حكايه. يا ريت يا ريت يعني، انا مش بجبركم، لو بجد انا بساعدكم وبتحبوني وكده، يا ريت يعني تدعموني وتفرحوني بجد من قلبكم على التعليقات واللايكات، وكل ده بيشجعني. ومع الف سلامه، باي باي.